ترند طاقية السلطان. طبعا بره الدايت بتاعنا بره اللو كارب دي اكسترا كارب. بس بجد طلعت تحفة، حبيت اجربها عشان اعملها للولاد، لان بصراحة لقيت الكل بيعملها فالفضول قتلني ان انا اعملها. جبنا كوب من الحليب الدافي، حطينا عليه ربع كوباية زيت وبياض بيضة، ونقلب كويس عشان البياض ده ما يستويش. حطينا 5 معالق سكر، معلقتين خميرة ومعلقة فانيليا، ونقلب برضو كويس كل الكلام ده مع بعض. بعد كده هننزل ب5 كوبايات ونص دقيق بالتدريج لحد ما يتلموا كلهم مع بعض كويس، وتتكون معانا عجينة ما بتلزقش بالمنظر ده، ما بتطلعش في ايدينا ومتماسكة وكويسة. طبعا هفضل اعجن فيها لحد ما يبقاش فيها، لحد ما يبقى شكلها ناعم. هقسمها نصين علشان نص تبقى بيضة ونص تبقى شوكولاتة، لازم يكونوا بالتساوي. خدت النص اللي هو هحط عليه شوكولاتة، حطيت عليه معلقتين شوكولاتة. طبعا اخدت معايا الصراحة 4 معالق شوكولاتة، مش معلقتين بس، معلقتين ما كفتش، حسيتها لسه بيضة. زودت 4 معالق على الوصفة الأصلية لحد ما ظبطت معايا الشكل ده. طبعا هحط شوية زيت في البولة واسيبها تخمر في الفرن. انا كنت مدفية الفرن شوية عشان المطبخ عندي بارد، فدفيت الفرن وطفيته وسبتها عشان تخمر جواه. النص التاني الابيض حطيت عليه حتة زبدة، وبرضو قعدت اعجنه لحد ما بقى مديني شكل عجينة طرية خالص بالشكل ده. وبرضو نفس الكلام، هغطيها واحطها جوه الفرن لحد ما تخمر. انا علشان المطبخ عندي بارد شوية، قعدت فترة طويلة، قعدت حوالي ساعتين تخمر لحد ما تضاعف حجمها زي ما هتشوفوا دلوقتي. ده بعد ما تضاعف حجمها، بصوا بقت هشة وفظيعة. العجينة بجد ناجحة جدا. قعدت افرد الاتنين بالتساوي. طبعا دي اول مرة انا اعملها، ومكنتش متخيلة انها تظبط معايا. وطبعا بتاعت الشوكولاتة كانت بتقطع مني شوية، كانت العملية يعني ما كانتش سهلة بالنسبة لي شوية يعني. بس قعدت اجرب فيها زي ما انتم شايفين كده، اتقطعت شويه بس عرفنا نظبطها. ودي شوكولاته سبريد لقيتها محلي، طعمها طلع حلو قوي، احلى من التانية اللي احنا مقطعينها. ونزلت عليها بقطع شوكولاته وشويه مكسرات، ومن تحت عملتها زي شراشيب السجاده كده. برمت الجزء اللي فوق واللي تحت دول، وعملتهم زي ضفاير كده ملولوين بالشكل ده. ناخد بالنا بس عشان ما تقطعش معانا، لان هي بتبقى الحته اللي تحت دي بتبقى رقيقه قوي. نكمل عليها. وبس اول ما وصلت للمرحله دي بجد انبهرت من شكلها. انا ما كانش بقى عندي صينيه مدوره، فجبت صينيه مستطيله. يعني حاولت انا اظبط دماغ السلطان، بس شكلها كده ما يعني اهي ظبطت شويه. كان عنده ورم في النص كده شويه، بس برضو مش مشكله يعني، مش لازم تطلع بيرفكت يعني، لازم يعني يبقى فيها شويه كعبله يعني. فده حاجه بسيطه. صفار البيضه بقى اللي احنا كنا شايلينه على جنب، نزلت عليه بشويه لبن وفانيليا ونقطتين خل عشان الزفاره، بس ما كانش فيها زفاره خالص على فكره. دهنت بيها بقى العجينه دي وسبتها ترتاح 10 دقايق. وبعدين دخلتها الفرن، وطلعت بعد حوالي نص ساعة أو تلت ساعة مش فاكرة من المنظر ده. دهنتها زبدة، مش قادرة أقول لكم كانت ريحتها عاملة إزاي، خطيرة بجد، روعة. أنا يا دوب بس أخدت حتة صغيرة دقتها وسبت الباقي للولاد عشان ما كانش طبعا هينفع أكلها. وألف صحة وهنا، باي باي.